ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. مشاعرهم، ونحن لا نراعي مشاعر أحد. من عظمة الإسلام حتى مشاعر الأطفال. الله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول لنبيه: تصور لما تقهر يتيم مات أبوه وفقد أمه، تصور أنت إلى من سيلجأ، إلى من سيبكي، عند أحضان من سيرتمي، إلى من سيبث شكواه، من هذا الذي سيسمعه، من هذا الذي سيعبر له عن ضعفه وأن فلان قهره، من؟ فنهاك الله أن تكسر قلب يتيم، لأنه لا مأوى ولا ملجأ له من قهرك أحد إلا الله. فالله عز وجل يقول: لا، اليتيم لا تقهر، آوه بالتي أحسن أبدا. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنه لما سئلت كان في مجلسها قالوا: كيف نؤدب اليتيم؟ انظر إلى الصحابيات لما كانوا يكفلن اليتامى قال لعائشة: كيف نؤدب اليتيم؟ يعني إذا اليتيم أخطأ كيف نؤدبه؟ قالت عائشة: لا تضربوا اليتامى. قالت عائشة: لا تضربوا اليتامى، رضي الله تعالى عنها وارضاها. اليتيم لما يفقد الأب فقد عنصر قوة، فقد عنصر قوة، ولما يفقد الأم فقد عنصر حنان، فلا قوة تدفعه ولا حضن يحتويه. فلهذا أنت لما الله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، يريد الله أن تحتوي اليتيم كيفما شاء. هو طفل، فيجب عليك أن تحتوي الطفل مهما صدر عنه ومهما قال ومهما فعل ومهما آذاك، فيجب أن تحتوي، إلا هو طفل. فالله عز وجل يقول: لا تقهر مهما كان من تصرف، إياك أن تقهر اليتيم. بل الله عز وجل شانه قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ما يأتيه اليتيم لا يبالي به، يقهره ويدفعه عنه. لا أريد أن أراك. أحيانا أناس تكفي اليتيم للمصالح، أحيانا أناس تكفي اليتيم من أجل أن يكونوا خدم عندهم. هناك أناس تكفل اليتامى من أجل أن يصبح هذا خادم، يذهب للجمعية للسوق يغسل له السيارة وابنه معزز مكرم مدلل. يعني أنت تريد يتيم، ترى الله يعلم ماذا تريد في اليتيم. هل تريد فعلا أن تجعل هذا اليتيم طريقا للجنة، أم تريد أن يكون خادما عندك؟ ثم قال: ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، هذا اليتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة. أشار للسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم، أو لغيره. يعني أنت إذا كفلت يتيما من أقاربك أو لغيرك ما عندك، يعني ليسوا من أقاربك، قال: أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدن اليتيم منك، قربه إليك ولا طف. وصية محمد صلى الله عليه وسلم: أدن اليتيم منك، تعال ولا طف، وامسح على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وامسح على رأسه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره
ونيابة عن ملجأ الأيتام والفقراء في الصومال نقدم الشكر الجزيل والعرفان لأخينا محمد حرب وعائلته الكريمة وأخوه يوسف حرب وعائلته اللذان تبرعا في 20 خرفانا مع الأكل والشراب في شهر نوفمبر 2020، فنسأل الله أن يغفر لهما ولوالديهما وأن يبارك لهما أهاليهم وأولادهم، وكذلك ندعو الله أن يجزي خيرا لكل من ساهم أو ساعد لهذا العمل الخيري، اللهم آمين. ثم نشكر منظمة الإغاثة الصومالية في شمال أمريكا برئاسة الشيخ آدم محمد عيسى حفظه الله ورعاه، وبهذه المناسبة التي هي إطعام المساكين والفقراء والأيتام قد استفاد منها ما يقارب 100 شخص، ونرجو من الإخوة الكرام والمحسنين كفالة الأيتام كفالة تشمل المسكن والمأكل والتعليم والتربية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل كافل اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.